هنبتدي معاه ازاي؟ معانا النهارده ضيف مميز طبعا، كابتن باهر، غني عن التعريف. مستضيفينه النهارده طبعا عشان يعمل لنا اسيست هوك. كابتن باهر، تعرفنا كده على شويه الادوات اللي معاك. طيب سريعا، هنا دي الادوات اللي انا بستخدمها للاسيست هوك. تمام، ده بعدين هنتكلم عليه عشان اليو في. ده الريزن. تمام، ده طبعا السوليد رينج. دي الهوكات اللي انا بشتغل بيها. تمام، مقاس كام الهوكات دي؟ في 0.4 وفي 0.5 وفي هنا برضو 0.4 ده للفاست جيجنج. تمام. ده الاسيست اللي انا Assist بشتغل line. بيه. وفي فرق اصلا ما بين الهوك السبيد والهوك السلو؟ هنفتحه دلوقتي طيب، ونشوف تمام. الفروقات ما بينهم ايه. تمام، والاسيست لاين ده مقاس كام؟ ده 400 ال بي. ده انا بستخدمه للسلو، بستخدمه للسبيد. تمام. لو لاحظنا هنلاقي فيه كور جواه. لو تمام. احنا ضغطنا كده هنعرف طبعا السبب بتاع الكور ده ايه دلوقتي. تمام. طبعا الناس اللي بتشتغل سلو جيجنج بالحركه البطيئه قوي زي الجماعه اليابانيين طبعا هيعترضوا على المقاس اللي انا بشتغل بيه ده. ان هو مقاس كبير يعني. ان هو مقاس كبير شويه. بس انا طبعا احنا عشان في السلو بنشتغل حركه سريعه شويه، فما بيفرقش معانا ان هو يكون رفيع. هو الاسلوب عندنا تحس ان هو اصلا سبيد شبه بالظبط كده. احنا استهدافنا كله اللي هي السمك المهاجم. الاسماك القاعيه شويه تبقى محتاج حركه بطيئه شويه، بس يعني احنا اغلب شغلنا يبقى على السمك المهاجم. عشان كده انا بستخدم ال 400 ال بي. النوع ده بالذات انا بفضله في الشغل معايا، لان هو بيتحمل شويه العض بتاع السمك اللي له اسنان، بالذات الدوجي كمان. الحاجات اللي زي كده بيتحمل شويه. طبعا ما فيش حاجه ما بتتقطعش، بس يعني ده من تجربه. انت مجربه من تجربه معانا بيتحمل بشكل كبير قوي. انا من الناس اللي ما بفضلش ان يكون في واير جوه الاسيست. بيعيق حركته شويه، مش عملي. وفي اول سترايك حتى من سمكه في اول فايت بيخرج من مع ان الناس متخيله ان موضوع الواير جوه ده هو اللي انا جربته قبل كده بصراحه. اولا بيقطع برضه، ما فرقش حاجه. بس العيب الرهيب اللي فيه ان هو اول ما بيجي عليه سترايك حتى من سمكه صغيره بيخرج على طول من الخيط. فما بحبوش بصراحه. مش عملي يعني. هو الاسيست لاين ده لو في منه انواع بتبقى تقيله شويه، تخينه او تحس ان هي صعبه في الثانيه. هي بتبقى فيها خشانه شويه زي الفاريفاس. يعني لو انا جبت ال 400 ال بي بتاع الفاريفاس اللي هو اللي لونه احمر ده قارنته بده، بيبقى شويه متعب قاسي شويه بالذات في الحته بتاعت العقده اللي هي مع قفل الاسيست لاين مع السوليد رينج بالذات كمان، ومع الهوك كمان. بالظبط. تمام. طيب خلينا معانا ايه تاني؟ في نوع سهل قوي ممكن نبدا بيه للسلو جيجنج. نوع سهل جدا ما بيحتاجش وقت، ويعني في دقايق. ايوه بالظبط، هو ده كابتن كفار. وريني. يعني شايفين القساوه صعب قوي بصراحه. وبعدين ده تحس انه ناشف قوي يعني. ده مثل انا بشتغل بيه في السبيد علشان الكور دوت. ممكن نوريكم برضو طريقه له. وريني. ان احنا بنشيل الكور دوت. تمام. وبعدين بنستخدم الابره. بنستخدم الابره بالظبط. فممكن لو عندنا وقت برضو نعمل مثال عليها. بس خلينا نبدا باسهل حاجه. بالظبط، عايزين نعمل حاجه الاول للناس اللي هي لسه جديده. عايزين نعمل ابسط طريقه بحيث ان هو يقدر يعمل. انا هشتغل باسهل حاجه. دي جربناها بالظبط. انا ما شفتهاش بصراحه فكت معانا قبل كده احنا والشباب. وانا جربت معاك وسعد وكفراوي وضرب عليها توين كبيره. ما شفناش ان هي فكت ولا حصل. طب احنا نبتدي باول نموذج سهل وبسيط، وبعد كده نكمل على نفس النموذج. اللي حب مثلا يدلع الاسيست هوك بتاعه يحط له الريش، يحط له طيب خلينا الاول نقول المكونات اللي احنا هنحتاجها. طبعا انت مش محتاج كل المكونات دي في الاسيست السهل اللي احنا هنستخدمه. تمام. خلي معاك مقص مثلا زي دوت. تمام. اي مقص، مش لازم زي ده. طيب تمام. السوليد رينج طبعا. السوليد رينج مقاس حاجه معينه انا بستخدمها. طبعا اي مقاس هيشتغل معاك يعني، بس ده مقاومه شويه للصدى. 400 ال بي برضو. تمام.
طبعا انت مش هتوصل، بتفرق على فكره بالظبط. موضوع لا تخانتها وسط بالظبط. من وجهة نظري. لان التخين مقرف شويه وانت بتدخله في انا بصراحه بهتم قوي كمان بالحاجات اللي انا بستخدمها انها تكون مقاومه للصدى عشان الاسيست يعيش شويه. صح. فدي من طيب الحاجات يبقى احنا اللي محتاجين بنفضلها. الاسيست لاين، محتاجين اول الهوك حاجتين اهو، والسوليد رينج السوليد والمقص. رينج. ومعانا هنا ده الهوك، خليني اشتغل بمقاس كبير شويه بعد يكون اوضح. تمام. ده 0.5. خلي بالنا شويه ملوي، انا بصراحه بفضل الملوي دوت. يعني مش عدل. لا مظبوط. مش عدل، تقدر تستخدم اي وريهولي حاجه. كده. انا بتكلم عن تجربتي انا. مظبوط. هو نفس القصه بتاعت الديكوي بالظبط. الناس اللي بتشتغل بالديكوي عارفه القصه بتاعته، بعين طبعا، شايفين العين بتاعه، تمام. وملوي. تقدر تستخدمه ستريت، دي حاجه ترجع لك يعني، ما هيش مش حاجه جوهريه. حلو. اوكي، فاحنا طيب. كده يبقى احنا كده معانا لحد دلوقتي 3 مكونات. هو برضو الميزه عن الاسيست الجاهز ان انت بتحدد الطول بتاعك اللي انت بالظبط، هي محتاجه. دي اهم ميزه. صح. يعني وارخص كتير. وأرخص بكتير. ارخص كتير. وانا احس انه كمان امن ان انت عامله بايدك ومختبره بايدك. بالظبط. طبعا في شركات كتير موجوده، الشباب جربوها في السوق برضو، انت تقدر تعتمد عليها. بس انت اهم حاجه في الشغل بتاعك اولا جوده الحاجات اللي انت بتستخدمها، انت بتبقى واثق فيها. التجارب كمان للاسيست بتاعك ده حاجه بتبقى مريحاك نفسيا وانت شغال. غير نظري برضو هي اهم حاجتين عندك في انك تعمل الاسيست، بتبقى ظابط الطول بالظبط على حسب الجديه بتاعتك. بالظبط. تاني حاجه طبعا انا شايف ان هي فرق تكلفه كبير من وجهه نظري. صح. ما تروحش ممكن هتدفع شويه في الاول اكتر بس مره واحده، بس لما تيجي بس على تحسب فكره الهوك يعني احنا كنا الاول لما كنا بنشتغل مثلا بالهوكات الديكوي، يعني شايف سعرها شويه برضو يعني مكلف، مبالغ فيها صراحه. صراحه بالظبط. يعني على فكره الحاجات دي والمشكلة كمان إن كلها الحاجات صيني، دي- مش اللي بيقول ان الحاجات الصيني ما هياش جوده. كل اللي انا شغال بيه ده انا هنا هشتغل بالشرينك تيوب. طيب دي اسهل طريقه اللي هي الطريقه الاولانيه، واسرع طريقه وموثوقه جدا يعني. تمام. وبعد كده نعدل عليها للناس اللي هي عايزه تدل على الاسيست هوك شويه. صح. الشرينك تيوب ده برضه اضيف لك معلومه، ده جاي بتاع ده شرينك تيوب، ده ديكوي مقاس 4.5 مللي. تقدر تستخدم بتاع الكهرباء العادي. الكهرباء العاديه بيتباع بالمتر ورخيص جدا. بالظبط. يعني ده سموه عندنا تقريبا في مصر مكرونه، صح؟ ايوه مكرونه. صح. انا جبت الشرينك تيوب الكهرباء. المتر كان ب 3 ريال تقريبا، حاجه كده. 3 ريال. ده المتر بتاعه اغلى طبعا كتير، ده متر واحد بس على فكره، وهتلاقيه ب 15 ريال. لا فرق كبير. فرق كبير جدا يعني. نجيبه من عند بتاع الكهرباء وزيه بالظبط. ده كان عندي قديم، انا ما كنتش بشتريه على فكره. بس تجيبه برضه على حسب المقاس بتاع الهوك، لانك ممكن تجيبه واسع شويه. لا بلاش يبقى واسع يعني. انت بتتكلم ما بين ال 4 مللي ل 4 مللي ونص، ده مناسب جدا بالنسبه لي. تمام. الناس اللي بتبقى عايزه الشرينك تيوب يدخل في الحلقه هنا، لا هتجيب شرينك تيوب كبير اوسع شويه. يعني انت بتتكلم في 6 مللي. مظبوط. انا ما بيفرقش معايا بصراحه لا اصل انت مش محتاج حمايه على الدايره بتاعت لا، على علشان صح؟ الناس بتعمل بروتكشن على العقده نفسها. لكن بما ان انا بالنسبه لي واثق في الاسيست بتاعي اللي انا بستخدمه، فمش فارقه معايا ان انا اسكيور العقده اللي انا بعملها يعني. تمام. طيب بس بقفل في الجزء اللي تحت مش اكتر من كده. خلاص. على فكره الشرينك تيوب الكهرباء بيبقى فيه حاجه شبه الصمغ شويه، اول ما بتعمل عليه حراره بتلاقيه قفل شبه الصمغ. طيب دي ميزه حلوه دي برضه. ايوه بالظبط. وعلى فكره على علي اكسبريس الشرينك تيوب المتر بيقف عليك بريال، ريال ونص لو انت عايز تجيب بلاش. يعني عندك اوبشنز كتير. نبدا يبقى احنا كده المكونات بتاعتنا. يبقى احنا قلنا المقص والسوليد رينج والاسيست لاين. انا هعمل واحد. طبعا اغلب الجيجات اللي احنا بنستخدمها بتبقى فيها طول شويه، عشان كده انا بستخدم الطول الاسيست طويل حبه يعني. بس طول الاسيست انت هتعرفه ازاي؟ دي من خبره بتاعتك يعني. مفيش مش هينفع اقول لك استخدم طول معين، حسب ربطتك، على حسب الرابطه بتاعتك وعلى حسب الخبره بتاعتك في طول الاسيست انت هتعرف طول الاسيست. طيب اللي انت محتاجه. طيب يعني مثلا خلي في برضه ناس بتسال كتير، طب اعمل الجيجايه الاسيست يبقى في نص الجيجايه ولا في التلت الاولاني ولا في التلتين التانيين للجيجايه؟ لو تديني جيجايه مع انت من الواحد اقصر من التاني. الحركه اللي انت بتقولها دي انا بحبها جدا، بحس ان انا ايه يبقى اخد تلت الجيجايه الاولاني بالظبط. الاولاني فوق
والهوك التاني مثلا بيبقى تحتيه كده. الله ينور عليك. انت بتبقى اخدت فرص اكتر كتير مظبوط. قوي لان انت تمسك. انا في الاسيست هوك صراحه بحب اعمل الحركه دي، واحد اطول من التاني. طيب مقاس طبعا في كباتن كتير اتكلموا في الموضوع دوت، ان مقاس الهوك ما يمسكش، يعني لاحظ دايما يعدي ما يمسكش في الجيجايه نفسها، في الجرم بتاع لو الجيجايه بيبقى ضيق وراح ماسك في الجيجايه كده، ممكن انت تيجي ضيعت سمكة فرصه. السمكه تعضها ضيعت الفرصه بتاعت الاسترايك. مظبوط صح. تمام. طيب في مشكله لو انا جيت خليت الاسيست بالطول ده كده مثلا، الاسيست فوق قوي كده وتحت قوي كده، اه اظن برضو مفيش مشكله بالنسبه لي. انا مفيش مشكله. لا انا لاحظتها في حاجه، ما اعرفش يعني انا هل ملاحظتي دي صح ولا غلط. نسبه التوعير بتبقى اعلى كتير قوي، يعني بيضيع عليها جيجات. كانك حاطط هوك تحت، كانك حاطط هوك تحت بالظبط. فلما بتدخل مناطق صخريه الجيجاه بتروح على طول معاك يا بالهوك، لانك ما بتلحقش تلم. بالظبط صح. يعني اول ما بينزل بتلاقيه سخر مني في ثانيه، يعني ما بسيبوش ينام على الارض، لا هو بينزل سخر على طول. تمام. فما اعرفش دي حاجه لا صحيح، لا صحيح بالنسبه لي صح او لا. لا صحيح. بس انا بلاحظ دايما ايه، يعني حاول ما تعديش الاسيست نص الجيجاه. طيب انا هنا هشتغل بحوالي، طبعا اللي انا بعمله ده طويل شويه، ممكن 20 سم تقريبا. طيب. انا شايف لو احنا هنشتغل على جيجاه بالمقاس ده 19 18 سم كفايه قوي. طيب الجيجايه دي بس معلش مقاسها كام؟ طولها كام؟ دي طويله. احنا بنتكلم هنا على جيجاه تقريبا 19 سم. تمام تقريبا يعني. تمام. طيب احنا هنقطع الاسيست لاين على كام طيب سم؟ هل ينفع اقيس كده على طول؟ اقول مثلا لو انا عايز بالاسيست مثلا يبقى طوله 10 سم او حاجه زي كده، ينفع اقيسه هنا كده؟ لا، بيبقى في هدر معاك في الرباطات كده. بالظبط. انت اصلا بتقيس دلوقتي 19 سم، بس هو في الحقيقه مش هيبقى معاك 19 سم، هو هيقل. بالظبط. تمام. خلينا نعمله مثلا 19 مبدئيا. تمام. اوكي. احنا بنقيس ونقص. بالظبط. احنا زي ما اتفقنا ان اهم ميزه في ان انت تعمل الاسيست ان انت بتبقى عارف الطول بتاعه او بتبقى ظابط الطول بتاعه. طيب انا هنا دلوقتي هعملها بالشكل ده. معلش احنا هنركز شويه في العقده ديت. تمام. هدخله من السوليد رينج بالشكل ده. دلوقتي احنا قصينا ال 20 سم او 19 سم وعملناهم ميجوز، صح كده؟ ايوه بالظبط. تمام. هاجي هنا مثلا اسيب المسافه دي كده تقريبا. تمام. وابدا اكني بعديها بالشكل ده. ينفع اعمل كده صح؟ ينفع انزل بالكاميرا كده عادي؟ تمام. طيب بعدين اخد تحت هنا الفها بالشكل ده. هي عدت اهي خلاص. تمام. هاجي امسك هنا كده واعمل تويست، الف. حلو. وادخلها. انت بتعمل عقده دبل. ايوه بالظبط. طب انا ليه بعمل كده؟ عشان ما يسحش. لا انا ممكن اقول لك ليه. ايوه قول لي. ممكن انا اقول ليه؟ عشان لو اسيست لاين تقدر تعتمد على التاني، لو واحد قطع تقدر تعتمد على ودي التاني. حصلت معانا في التوينه بتاع الكفراوي. صح. واحد منهم حك في الصخور تحت، واحد قطع والتاني زي ما هو ماسك. والتاني زي ما هو ماسك. يعني لما ده طرف بيقطع صح، دي بتسكيور ان العقده ما تفكش، فده فضل ماسك زي ما هو. طيب خلي بالك اظبط. ممكن معاك يبقى واحد اطول من التاني، حاول تشده وتظبطه. مش فرق يعني لو في ملي معاك زياده او في فروق، علشان لما طبعا دي طيب. اول ما بيجي عليها سترايك. تمام. اول ما بيجي عليها السترايك هي بتشد زياده. صح. يعني هي بتقفل زياده، حتى لو مهويه منك شويه. مش يعني ميزه الرابطه دي ان كل ما يجي عليها الفايت هي بتربط على نفسها بزياده. صح كده؟ مظبوط. لما احنا بندخل الاسيست لاين من الاتجاه الامامي للحلقه بيبقى الشد في اتجاه اللكعه، بيخلي الهوك. انت تقصد كده يا كابتن كفراوي؟ لو احنا عملنا كده بيخلي وانت بتشد الهوك يتحرك لبره. هو اصلا ايوه بالظبط بيبقى شكله مش مظبوط بالظبط. لما انت تعمل كده هو وتشد الهوك يعدي في اتجاه اللي انت لكع فيه السمكه، يعدي اكتر. صح بالظبط. طيب فاهم حاجه بس علشان الهوك يبقى مظبوط معاك، حاول وانت قبل ما تربط تعدل الاتجاه بتاعه مظبوط. طيب انا ليه طلعت فوق قوي كده؟ علشان طبعا انا شغال باسيست لاين تخين شويه، فالعقده هتاخد مني مسافه، فاطلع لفوق خالص وبعدين اعمل ربطه عاديه جدا. بس خلي بالك الربطه لما تيجي تعملها اكيد هتعدي على الايه؟
على الهوك، لازم تعدي على حلقه، لازم تعدي على الهوك المعدن الهوك نفسه بالظبط، واعمل ربطه عاديه جدا ما فيش فيها اي تعقيد خالص. تمام كده. تمام. سيب مسافه شويه، يعني ده هي عقده بسيطه، عقده بسيطه واسيب جدا، مثلا وتسيب حوالي المسافة 3 مللي ديت. مثلا. دي اللي هنحط عليها الشرينك تيوب، او لو انت حابب تلف عليها خيط وتعمل عليه الصمغ بتاعك، او السوبر جلو كمان بيشتغل. السوبر جلو كله دي شغال. دي المرحله الثانيه، كله شغال. طيب تمام. هل العقده دي تفك؟ من غير اي حاجه. انا بالنسبه لي العقده دي عمرها ما فكت معايا ابدا، لان كل لما بتشد هي كل لما بتربط بزياده بالظبط. ولا حتى الخيط نفسه الحر ده بيتزحلق يرجع يخرج لبره؟ لا، الخيط ده ميزته ان هو ما بيتزحلقش. يعني الاسيست لاين نادرا لما يتزحلق. الكلام ده ممكن يحصل معاك في المقاسات الرفيعه. الرابطه 2، يعني العقده دي رابطه بسيطه جدا. لكن في المقاسات التخينه انسى، انا عمرها ما فكت معايا. طيب. اهم حاجه بس انك تسكيور بعد كده وخلاص، عشان تبقى مستريح نفسيا شويه. طيب نيجي هنا بقى في الجزء الثاني. هنا هنركبه ازاي بقى بحيث ان الاثنين يبقوا في وش بعض؟ خلي بالك انا او عكس بعض قصدي. أيوة. لا، الاثنين هيبقوا مقابلين بعض مش عكس بعض. حلو. تمام. فانا هاجي برضو اظبط الاتجاه بتاعي والاثنين في وش بعض. خلي بالك انا دايما ماسك الهوك في الاتجاه المظبوط عشان ما يبقاش عامل مني كده. تمام. دايما انا ببقى ظابط ايدي ان هي دي، بس دي هتبقى عايزه ممارسه شويه بس بسيطه خالص. طيب اجي هنا هقلب نفس القصه، طلعت لفوق خالص عشان اخد راحتي وانا بعمل العقده. تاني عقده بسيطه جدا مفيش فيها اي حاجه. دايما انا ساند بصباعي علشان الهوك ما يروحش مني في اتجاه انا مش عايزه. عقده بسيطه خالص اهي، بسحب المسافه اللي انا عايزها تبقى موجوده في الشرينك تيوب اللي احنا هنغطيها بالشرينك. ايوه بالظبط. لاحظ هنا ان الاثنين قريبين قوي المقاسات. الموضوع يعني مفيش ابسط منه يا جماعه والله. يعني مرتين ثلاثه الله ينور عليك. الرابع هتلاقيه ماشي معاك نفس الشكل. احنا كده بقينا الشرينك تيوب. انت دلوقتي عندك الاختيارات بتاعتك، يا تعمل شرينك تيوب زي ما انا بشتغل كده التايم كله اللي انت اخدته مش هيعدي بالظبط من 2 ل 3 دقايق. طبعا الفيديو طويل عشان شرح، فيديو طويل عشان انا يعني عمال بوضح بس. لكن لو انت اشتغلت بالشرينك تيوب مع السيت اب اللي احنا عملناه دلوقتي دوت بالظبط من 2 ل 3 دقايق. عايز بقى تدخل في الشكل الثاني اللي الناس متعوده عليه. هندخل في الشكل الثاني. انت ركب لنا يعني خلينا ممكن نصيغ الموضوع ده ازاي. يعني ده الشاسيه الاساسي بتاع الهوك سبيد هوك، الكل ما هو بعد كده زيادات اوبشن براحتك على حسب يعني فضاوتك. احنا عايزين نوضح ان ده شغل الجيم كله، يعني الاماكن اللي احنا بنروحها والشغل اللي احنا بنشتغل عليه ده كله شغل بيج جيم. اسيست لاين 400 ال بي وهوك مقاس 5. انت مش هتوصل ل 400 ال بي، هي الفكره كلها في انك يعني وصلت المقاس ل 400 ال بي علشان ان انت بس بتقاوم السمك يعني. في مقاس معين اقطع عليه الشرينك تيوب. خلي بالك من دي، انك لو طولت قوي بزياده وهتيجي تدخله من الهوك هيتعبك. لو انت جيت بصيت انت محتاج تقفل لحد ايه بعد الاسيست بحاجه زي كده مثلا. تمام. فده بالنسبه لك مقاس مظبوط جدا. خلينا نيجي هنا كده نروح قاطعين، ناخد نفس، احنا هنعمل شرينك تيوب واحد بس عشان التجربه. تمام. طبعا لو انت جايبه ضيق قوي هيتعبك وانت بتعديه من الهوك. ومن الردات كمان. شايفين هنا القفل بتبقى فين؟ بالظبط. الراجع هنا بيتعبك شويه. ولو جبت واسع بزياده مش هيقفل معاك بالقفله اللي انت عايزها. هو كده عدى معايا مستعمل لي ونص. انا شايفه للسيت اب ده كويس جدا. حضروا الكابتن باهر ولاعه. طيب ولاعه سخان احسن ولا ولاعه سخان؟ لا، الولاعه الثانيه العاديه بتعمل سواد. ليك بس سريع في الخطوه ديت علشان ما تحرقش الشرينك تيوب. تمام. خليها طبعا في جميع الاتجاهات علشان الشرينك تيوب يقفل معاك مظبوط. طبعا لو انت افورت شويه انت ممكن تحرق الشيست برضو بتاعك. بس احنا كده خلصنا. اشوف كده، شوف اللي شد على الشرينك تيوب وريك. خلي بالك عشان في سخونه شويه ما تمام. ما شاء الله عليك، الله ينور. طيب ده احنا لو حبينا نعمل اسيست هوك عادي وبسيط، الكلام ده مش هياخد معانا اكتر من دقيقتين. صدقوني دي قويه جدا
فكش معانا ابدا، سنان السمك ما اثرتش معانا في حاجه كبيره. في فيديوهات هتلاقي طالع عليها قروش بدوت، ده ما قطعش ابدا معانا. لا ما شاء الله معروف والله. طبعا انا مش شايف الجهه اللي هنا بس اطفلنا النور كابتن كفراوي. يعني انا شايف هو ده طبيعي جدا ان هو ينزل الزياده بتاعتك. حط الفيشه كابتن كفراوي. خلاص انا كده حطيت في جميع الاتجاهات. تمام. اتاكد بس قبل ما اشغل